تعالى خدكم رحله في الزمن لاوروبا، تحديدا القرن ال17 وال18. بس قبل كده لازم نعرف ان الباروكه مش مجرد موضه سخيفه، دي حكايه طويله جدا وبدات من مصر القديمه. بس قبل ما نكمل، في لايك هنا حاول تدوس عليه. ايوه بس تمام. المصريين القدماء من حوالي 2500 سنه قبل الميلاد كانوا بيستخدموا الشعر المستعار لاسباب جماليه ووقائيه من الشمس، وكمان التميز الطبقي بين المجتمعات، وكمان للتمييز الاجتماعي بين الطبقات. الباروكه كانت مصنوعه من شعر بشري يا اما شعر حيواني، وكانوا احيانا يغطوها بمساحيق لتثبيتها، بحيث ألسون لوري في كتابها هيستوريكال ويج ستايلينج انشنت ايجيبت تو ذا 1830 بيتاكد ان الشعر المستعار كانت من الطقوس الاجتماعيه والجماليه، وده بالظبط اللي كانوا بيستخدموه الفراعنه وقتها. كانوا بيحطوا باروكات على راسهم. وروما كانت اقل شيوعا هناك، لكن ظهرت بين النبلاء في الاحتفالات الرسميه، كانت علامه على المكانه الاجتماعيه مش شيء عادي بين الناس. الشعر المستعار كان نادر جدا، دايما يستخدموه الرهبان او بعض المحاكم الملكيه. الهدف غالبا بيبقى رمزي، ودايما اظهار المكانه او اخفاء الصلع المبكر او الامراض الجلديه، بس لسه لم تتحول بعد لصناعه تجاريه واسعه.